تخيل تكون محبوس بوحدك في قابو مظلم وفجأة تليفون خاسر كيبدا يصوني، كتجاوب وكيهضر معاك واحد ميت. تخيلتي ولا مازال؟ يلا نبداو فيلمنا باش تعيش هادشي ماشي غير تخيلو. الا كان كيعجبك هاد النوع من القصص ما تنساش دير لايك واشتراك في القناة. ويلا نبداو. والفيلم ديالنا كيبدا سنة 1978 في شمال مدينة دينفر، وبالضبط في واحد الملعب ديال البيسبول. نشوفوا دابا واحد المجموعة ديال الدراري كيلعبوا ماتش بيسبول، كنتعرفوا على واحد الولد سميتو فيني واللي كيكون دابا كيلعب الكرة وكيبان لعبو مزيان بزاف في الماتش. ولكن كاين واحد الولد من الفريق الاخر سميتو بروس، هو اللي كيكون السبب في خسارة الفريق ديال فيني، حيت كيقدر يصد الكرة ديالو كيوقف الهجمة ديالو كيسالي الماتش. كنشوفوا بروس وهو غادي في طريقه عادي، ولكن فجأة كطلع ليه واحد الطوموبيل كحله وكيختفي بروس وما كيبانش شنو وقع عليه بالضبط. ومن جهة اخرى كنشوفوا فيني في دارو كيكون عايش مع باه بلايك، وكنعرفوا انه شخص مجنون شويه ومدمن ممنوعات من نهار ماتت مراته. كيكون فيني عايش حتى مع اختو غوين اللي كتبغيه بزاف. وفي الغد ليه كنشوفوا فيني وغوين غاديين للمدرسه بجوج، وفي الطريق كيشوفوا منشور معلق على الولد بروس حيت اختفى، ولكن ما كيهتموش وكيكملوا طريقهم عادي للمدرسه. وفي الطريق كيلقاو ولد من مدرستهم سميتو روبن كيضرب ولد اخر سميتو موز، وكتكون غوين فرحانه بزاف حيت موز كيضرب، حيت هاد الولد موز سبق ليه وضرب خوها من قبل. ولكن فيني بنفسه ما كيهتمش، كيشد غوين وكيمشيو وهما غاديين كيهضروا على الخاطف وكيشكوا باللي هو اللي خطف بروس، حيت معروف عليه كيخطف الدراري ديال المدينه وحتى واحد ما عارف شكون هو بالضبط. من بعد كيوصلوا للمدرسه وكل واحد كيدخل القسم، وكيبقى فيني جالس في القسم ومركز مع واحد البنت معاه في القسم سميتها دونا اللي كيكون معجب بها ولكن ما كيعرفش يهضر معاها. ومنين كتسالي الحصه كيخرج فيني من القسم، كيشوفوه مجموعه ديال المتنمرين وكيتبعوه باش يضربوه، كيجرب الزربه وكيتخبى في الطواليت وهما كيدخلوا من موراه وكيكونوا باغيين يضربوه. ولكن من ظهره كيوصل روبن اللي سبق وهدرت لكم عليه، وروبن كيكون صديق فيني، كيجي في اخر لحظه وكيوقفهم وكيخلعهم حتى كيمشيو بحالهم. في الجهه الثانيه غوين كتكون في القسم ديالها، ولكن المديره كتعيط عليها وكتمشي غوين عند المديره وكتلقى راسها قدام جوج محققين رايت وميلر. والمحققين رايت وميلر هضروا معاها وكنفهموا من هضرتهم ان غوين من مده قالت لايما خت بروس انها حلمات ببروس وهو كيتخطف طوموبيل كحله، واللي خطفوه هو الخاطف الغامض. وملي خطفوا طيار مجموعه ديال البالونات كحلين، كيتصدموا المحققين وكيقولوا لها انه في بلاصه الاختطاف فعلا كانوا بالونات كحلين، وكيسولوها كيفاش عرفت هاد التفاصيل وهما ما علنوش على تفاصيل هاد الجريمه اللي وقعت. ولكن غوين كتعرفهم انها كتشوف احلام وكتوقع فعلا في الحقيقه، والمحققين ما كيقتنعوش بكلامها وكيمشوا بحالهم. ومن بعد المدرسه غوين كتمشي هي وفيني لدارهم، وغوين كتقول لخوها انها غتمشي تبات عند صاحبتها سوزي، كتودعو كتمشي. اما فيني كيمشي للدار وكالعاده كيلقى الاب ديالو ناعس من كثره الشراب، كيحيد ليه القرعه من ايدو كيبقى يتفرج في التلفازه حتى كينعس. في النهار اللي من بعد كيفيق فيني على صوت غوين كتغوت حيت الاب ديالو بلايك كيضرب فيها بسبب المحققين ميلر ورايت جاو عنده الخدمه ديالو سولوه على بنته وعلاقتها بقضيه بروس، وهذا الشيء خلاه يتعصب بزاف. وكيقول ليها انها ما عندهاش الموهبه اللي كانت عند امها اللي ماتت، وانها ما عندهاش قوه خارقه ولا احلام كتحقق ولا حتى حاجه. وهنا كنفهموا ان حتى امها كانت كتشوف احلام وكتحقق. كيقول لها واخا تشوف احلام ما خصهاش تقولها لحتى واحد. غوين كتوافق وهي خايفه وكتخليه وتمشي. في هذا الوقت وفي بلاصه اخرى كنشوف روبن كيكون كيتمشى في الشارع بوحدو، فجاه كتوقف حداه الطوموبيل ديال الخاطف وكيختفي روبن بلا ما نعرفوا شنو وقع. ولكن من بعد شويه الوقت كيكون بلايك في الدار، كتجيه مكالمه وكيقول لفيني وغوين ان صديقهم اختفى. ملي كيعرفوا ان روبن اختفى كيتصدموا، خصوصا فيني اللي كيتاثر بزاف. فيني كيقترح على اختو تحاول تحلم بروبن باش تعرف فين هو. غوين كتوافق وكتمشي لبيتها وفعلا كتبقى تصلي وتدعي باش تحلم بروبن. في النهايه كتنعس. ثاني يوم كيوصلوا رايت وميلر عند بلايك، كيقولوا ليه باغيين يجلسوا مع بنته وكيوافق بلايك، وفعلا كيجلسوا معاها وكيبقاو يسولوها على روبن واش كتعرف شي حاجه عليه، ولكن هي كتنكر. ثاني نهار كنشوفوا فيني غادي للمدرسه، ولكن في النص ديال الطريق كيتفاجئ بالمتنمرين ثلاثه كيجريو وراه حتى كيوصلوا ليه وكيبقاو يضربوه. كيكونوا فرحانين حيت روبن ما كاينش، ولكن كتجي غوين وكتحاول تعاون خوها وكتضرب واحد فيهم، مي كيضربوها حتى هي وكيكملوا ضرب في فيني عادي. من بعد كيمشي فيني للمدرسه، وفي المدرسه الاستاذ كيطلب من فيني وكاع التلاميذ يكونوا فريق من شخصين حيت خاصهم يديروا مشروع. وفيني كيلاحظ ان حتى واحد ما باغي يبقى معاه في المشروع،
ولكن من ظهره ان دونا البنت اللي هو معجب بها كتختارو، كتطلب منه يكون معها في الفريق. كيوافق فيني وهو فرحان بزاف. ومن بعد المدرسة كان فيني راجع لدارهم، ولكن فجأة كيشوف الطوموبيل ديال الخاطف بالصدفة قدامه، وكيخرج الخاطف وكيقول ليه انه ساحر وغادي يعلمو حركات ديال السحر. وهوب في لحظة واحدة كيخطفو، كيسيطر عليه وكيحطو في الطوموبيل ديالو، وكيطير بالوناج كحلين بحال ديما وكيمشي من البلاصة. من بعد شويه كيفيق فيني وكيلقى راسو في واحد القبو، وقدامو الخاطف لابس ماسك ومغطي وجهه كامل. كيهضر معاه وكيغوش عليه حيت دار ليه شويه المشاكل وجرحوه وهو كيخطفو، ولكن كيأكد ليه انه ما غيقتلوش دابا. ومن بعد كيخليه بوحدو وكيمشي. فيني كيبدا يركز في القبو وكيلاحظ واحد التليفون كحل، كيفرح بزاف وكيجرب يستعملو باش يهضر مع دارهم، ولكن كيلقى السلك مقطوع وكيجيه الاحباط وكيجلس. ومن جهه اخرى غوين كتكون عند صاحبتها سوزي، وفجاه كيجيها اتصال من باباها كيقول لها ان فيني اختفى. كتصدم وكتجري للدار وكتلقى باها مع البوليس وكيسولوها واش كتعرف شي حاجه تعاونهم يلقاو فيني، ولكن هي كتكون خايفه على خوها وكتبقى غير كتبكي. القبو فيني كيفيق على صوت التليفون كيصوني رغم ان السلك مقطع، ولكن كيصوني. كيستغرب فيني ولكن كيجاوب وما كيسمع حتى صوت. من بعد كيجي الخاطف وكيقول له ان التليفون خاسر من شحال هذا. كيقول ليه فيني ان التليفون خاسر ولكن كيصوني وكيحضروا ما يستعملوش. ومن بعد كيمشي. الساعه فيني كيبدا يغوش يطلب المساعده، ولكن البلاصه كتكون معزوله وما كيسمعوا حتى واحد وصوته ما كيخرجش. ومن بعد كيجلس وهو محبط. من بعد التليفون كيصوني مره اخرى وفيني كيجاوب وكيسمع صوت كيخلع كيعيط ليه بسميتو، فكيخاف وكيقطع الخط. من بعد كيغلبوا النعاس وكينعس. باش كيفيق كيلقى الخاطف واقف حداه، كيقول ليه انه ما يقدرش يجيب ليه الماكله دابا حيت عنده مشكل الفوق. فيني كيسولو شنو كان كيدير وهو ناعس، كيجاوبوا انه كان غير كيشوف فيه وكيخليه يخرج. من بعد التليفون كيصوني مره اخرى، فيني كيجاوب وهنا كيهضر مع واحد الولد اللي كيقول له انه ناسي سميتو ولكن هو عارفه مزيان. كيفكروا انهم كانوا كيلعبوا البيسبول مع بعضياتهم. فيني كيفهم انه بروس، كيبدا يسولو انت بروس ياك؟ انت لاعب البيسبول الوحيد اللي تخطف، فين انت؟ ولكن بروس ما عارفش هو فين ولا حتى مفكر سميتو. الحاجه الوحيده اللي عارفها انه كان محبوس في نفس القبو. كيقول ليه انه حتى هو كان كيسمع صوت التليفون كيصوني وقالها الخاطف مما تيقوش. وكيقول فيني حفر في واحد البلاصه باش يقدر يهرب، ورغم ان فيني ما فاهم والو ولا حنا معاه فين بروس وكيفاش كيهضر معاه من تليفون خاسر. المهم كيدير داكشي اللي قال ليه بروس وكيبدا يحفر. في جهه اخرى كنشوفوا ان مجرد ما بروس تواصل مع فيني غوين كتبدا تحلم ببروس، ولكن الحلم كيكون غامض وما مفهومش. كتفيق بخلوعه وهي ما فاهمه والو. كنرجعوا لفيني والخاطف كيجي وكيجيب ليه الماكله وكيخليه حتى باب القبو محلول. فيني كيفرح وكيبغي يهرب، ولكن التليفون كيصوني. كيجاوب وكيبان شخص اخر وكيهضر معاه وكيحضروا وكيقول ليه باللي هذا فخ الا خرج غيضربوا الخاطف بالحزام. وكيقول ليه انه حتى هو كان محبوس من قبل وكان خدام في توزيع الجرائد. وفيني كيعرفوا انه هذا هو بيلي اللي كان مخطوف دابا عام، ولكن بيلي فين هو دابا وعلاش ناسي سميتو بحال بروس؟ الله اعلم. من بعد نعرفوا كيبان ليه على شكل شبح، ولكن فيني ما كيشوفوش. وكنفهموا ان الاطفال كاملين اللي اتصلوا به ماتوا، ولكن كيقدروا يتواصلوا معاه عن طريق التليفون الكحل. كيسالي المكالمه وكيبدا ياكل حيت كان فيه الجوع بزاف. وكنمشيو لقويل اللي كانت في المدرسه وكانت عيانه بزاف لدرجه نعسات في القسم، والاستاذه ديالها فيقاتها وطلبات منها تمشي للعياده تشوف مالها حيت كانت عيانه بزاف. وفعلا كتمشي للعياده وكتنعس. وهنا كتبدا تحلم ببيلي وهو كيتخطف وما كتكون فاهمه والو. ومن هنا كنفهموا ان كل واحد كيهضر مع فيني غوين كتحلم به. وهنا غوين كتمشي عند باها بلايك وكتقول ليه انه من نهار فيني تخطف وهي كتحلم بكاع الاطفال اللي تخطفوا، كتشوف البلايص اللي تخطفوا منهم. باها ما كيقتنعش بهضرتها، مي كيدير ليها خاطرها وكيخرج معها لنفس البلايص اللي كتحلم بهم على امل انهم يلقاو شي حاجه توصلهم لفيني. كنرجعوا لفيني اللي كتجيه مكالمه من بيلي وكيقول ليه انه كاين حبل في شي بلاصه في القبو وكيطلب منه ياخذ الحبل حيت يمكن يعاونو يهرب. وفعلا فيني كيلقى الحبل وكيربطو في الشرجم ديال القبو. كيحاول يتسلق ولكن كيطيح وكتفشل الخطه. في جهه اخرى المحققين رايت وميلر كيبقاو يقلبوا في كل بلاصه ويسولوا الناس واش كيعرفوا شي حاجه على خطف الاطفال. من ضمن الناس اللي كيسولوهم هو شخص سميتو ماكس، وماكس كان جالس في الدار ديال خوه واللي مازال ما عرفنا هو شكون. هو كيكون حاط نظريات لميلر ورايت اللي ممكن توصلهم لفيني وباقي الاطفال المخطوفين وتعاونهم يوصلوا للخاطف، ولكن ميلر ورايت كيديوهاش في هضرته كيخليوه يمشي. وفي نفس الوقت كنشوفوا ان فيني محبوس في نفس القبو ديال الدار اللي فيها ماكس. وهنا كنفهموا ان ماكس خو الخاطف، ولكن باين انه ما عارفش الحقيقه وغنتاكدوا من هاد الهضره من هنا لقدام. كنرجعوا لفيني اللي كتجيه مكالمه كالعاده كيجاوب على
المكالمة ولكن ما كيجاوبو حتى واحد، وكيقطع الخط وكيجيه الإحباط وكيجلس كيبدا يفكر شنو غيدير. وفجأة كيتخيل طفل من الأطفال اللي تخطفوا وهو جدته قدامه شكله مشوه، والجدة كتنعت لفيني على التليفون. كيمشي فيني وكيجاوب وكيلقى واحد جديد كيهضر معاه وسميتو غريفن، حتى هو من الأطفال اللي تخطفوا. كيكون ما عارفش هو فين وكيعطيه طريقة جديدة باش يهرب، وهي أنه يخرج من القبو ملي الخاطف يكون ناعس ويهرب من الباب الثاني ديال الدار. كيدير فيني هادشي وكيخرج من القبو، كيلقى الخاطف ناعس وكيحل الباب باش يهرب، ولكن المشكلة أن الكلب ديال الخاطف كيبدا ينبح. وهنا كيفيق الخاطف وكيجري ورا فيني في الشارع، كيقدر يشدو ويرجعو للقبو. وملي الخاطف رجع فيني للقبو شي واحد هضر معاه وسولو شنو هاد الصوت اللي في القبو، وهاد الشخص هو ماكس خو الخاطف. والخاطف كيقول ليه غير الكلب اللي دار هاد الصوت. وهنا كنتاكدوا ان ماكس هو خو الخاطف فعلا. وفي الغد ليه كيجيه اتصال كالعاده، وهاد المره الطفل سميتو فانس هو اللي كيهضر مع فيني، بان لي ان هاد الخاطف خاطف المدينه كامله. المهم فانس كيعرف بزاف ديال الحوايج وكيقول ليه ان الاطفال كاملين ماتوا ولكن ارواحهم مربوطه بهاد البلاصه وكيقدروا يتواصلوا عن طريق هاد التليفون الغريب. كيقول ليه على طريقه يقدر يهرب بها من هنا، وهي يحفر في الحيط وغيلقى راسو وسط الثلاجه. وهاد الثلاجه كاينه في الكراج، والمفروض انها ثلاجه سريه حيت فيها اللحم والاجزاء ديال الضحايا اللي قتلهم الخاطف. كيقول ليه الا قدر يخرج من هاد الثلاجه غادي يخرج للكراج من تما ديريكت للشارع. وديك الساعه فيني كيبدا يحفر في الحيط وقدر يدخل وسط الثلاجه اللي كانت عامره لحم مقطع، وهاد اللحم طبعا ديال كاع الاطفال اللي قتلهم الخاطف. وفيني كيبقى يحاول يخرج من الثلاجه للكراج ولكن ما كيقدرش حيت الثلاجه مسورته. وهنا فيني كييأس وكيرجع للقبو وكيبدا يبكي. وعلى الجانب الاخر كنشوفو غوين كتحلم حلم غريب وكتشوف شخص اللي سميتو فانس وهو كيتضارب في السوبر ماركت، وكيجيو البوليس وكيديوه وكتركب معاه غوين في الطوموبيل حتى كتشوف فانس وقف قدام واحد الدار. هنا كتفيق غوين من النعاس وكتحس ان هذيك الدار هي اللي فيها خوها. قررت تبلغ البوليس. وثاني نهار كنشوفو فيني كيجيه اتصال جديد، وهذا الاتصال كان من صاحبو روبن اللي تخطف وتقتل حتى هو، وكيعطيه نصائح وكيدربو باش يدافع على راسو من الخاطف. كيبقى يدربو نخليوه يدربو نمشيو لماكس خو الخاطف. وماكس كان باغي يعرف الخاطف باي طريقه وبقى كيفكر بزاف ويربط الاحداث حتى كيكتشف ان الاطفال كاملين اللي تخطفوا اختفوا من بلاصه قريبه لدار خوه. وهنا كيعرف ان خوه هو القاتل وكينزل القبو باش يتاكد واش بصح خوه هو القاتل ولا لا. ملي كيحل الباب كيلقى فيني قدامه وكيخاف وما متيقش ان خوه هو القاتل فعلا، وكان غيخرج فيني ولكن الخاطف كيجي وكيضرب خوه بفاس لراسو وكيموت. كيقرر يقتل فيني بالزربه وكيهرب فيني وكيجري من وراه الخاطف، وكيطيح الخاطف في حفره كان حافرها فيني ملي كان كيتدرب، ورجلو كتهرس وما كيقدرش يتحرك. وكيستغل فيني الفرصه ويبقى يضربو وكيخنقو بالسلك ديال التليفون حتى كيموت الخاطف اخيرا. وفي نفس الوقت غوين كتوصل مع البوليس للدار اللي قال ليها عليها فانس. وملي كيدخلوا للدار كينزلوا للقبو وما كيلقاوش فيني ولكن كيلقاو قبوره ديال الضحايا اللي قتلهم الخاطف. اما فيني كيخرج من الدار اللي قبالت هاد الدار. وهنا كنعرفوا ان الخاطف عنده جوج ديور، وحده كيعذب فيها الضحايا والثانيه كيدفن فيها الجثث او الباقي من الجثث. في الاخير فيني كيخرج سالم، كلهم كيفرحوا به خصوصا غوين وباها، كيرجع كلشي لطبيعته. من بعد كنشوفوا فيني كيرجع لمدرسته والناس كاملين كيوليو يحترموه وكيخافوا منه ماشي بحال الاول حيت قتل الخاطف اللي كانت المدينه كامله كتخاف منه. اما فيني كيمشي لعند صاحبته دونا كيقول لها انه معجب بها وهي كتفرح بزاف. وهنا كيسالي الجزء الاول. ولكن واش القصه سالت هنا؟ واش فعلا الارواح سالت المهمه ديالها ولا كاين شي سر مازال مخبي؟ الا بغيتي تعرف شنو غيوقع في الجزء الثاني دير لايك واشترك في القناه وخليك واجد للجزء الثاني غيكون اخطر. ويلا باي.